سلا مدينة مغربية عريقة تعد من أقدم التجمعات السكانية في المغرب. مدينة احتلت مكانة مرموقة طوال فترة التاريخ الإسلامي، وشهدت على مر عصوره عنفوانا وازدهارا حضاريا يعكسه اليوم التراث المعماري الغني الذي تزخر به. وإلى جانب الأسوار تزخر المدينة بمجموعة من المباني التاريخية أهمها المسجد الأعظم، زاوية النساك، وسور الأقواس الذي أنشئ بطريقة هندسية لتزويد المدينة بالمياه. تحتوي المدينة على أبراج وأبواب تختلف من حيث أهميتها التاريخية والجمالية، أهمها باب المريصة، باب بوحاجة، باب الخميس. عبر التاريخ شكلت سلا نقطة عبور مهمة بين مدن وعواصم إسلامية مثل فاس ومراكش وغيرها، وبفضل وجود ميناء على سواحلها غدت المدينة مركزاً للتبادل التجاري بين المغرب وأوروبا، كما اشتهرت بالقرصنة البحرية وبسد المطامع الخارجية لموقعها الاستراتيجي وتوفرها على واحد من أهم وأقدم الهياكل الدفاعية الإسلامية في المغرب، يشمل سلسلة من الأسوار المنيعة تتخللها بوابات عملاقة. باب مريصة اللي كيشكل أبواب من أكبر الأبواب الحجرية اللي موجودة في العالم، ماشي غير في المغرب. وهاد الأبواب دار الصناعة وباب مريصة كانوا كيدخلوا داخلهم السفن اللي كتمر منهم، كتجي من الواد وعندها واحد القناة اللي كتسمح لها باش كتدخل داخل الأسوار. هاد المرصة هذه فريدة من نوعها في العالم. بعد عصورها الذهبية بدأت سلا في التراجع كمركز تجاري مع بداية القرن التاسع عشر لفائدة جارتها الرباط، لكن نشاطها الديني والثقافي لم يتوقف. التاريخ لا يزال يشهد على أن حضارات متعددة مرت من سلا وتركت فيها بصمات شكلت تراثاً فريداً.